السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عثور على جثة الطفل أو الممثل المغربي في مكان مهجور. كل وتفاصيل فضلا وليس أمرا. قبل ما نبدأ معكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصلكم دائما كل جديد. جسد معاناة أطفال الشوارع. عثور على جثة الطفل البطل المغربي أو البطل مسلسل علي زوا في مكان مهجور. فالشاب منعم كباب الشهير بلقب كويتا في فيلم علي زوا للمخرج نبيل عيوش تعثر على الجثة ديالو، جثة هامدة في مكان مهجور قرب السكة الحديدية في مدينة الدار البيضاء. فالله يرحمه يا ربي ويصبر اهل ديالو، تكون مسواه الجنه ان شاء الله. فاكيد هو راه طير من طيور الجنه، فالرحمه كتنزل على الكل. فالمخرج ديالو اللي هو نبيل عيوش حط واحد البوست على حساب رسمي بالانستغرام وكيقول في علي زوا كيعطيو ليه واحد كيعيطوا ليه واحد الكويته في الحياه العاديه سميتو منعم. تلاقينا اخر مره هادي شي عامين بكل فرحه والسرور فاش خرج الفيلم ديال علي زوا من جديد في قاعه السينما. ما دارش عليها بزاف، فرحت فاش شفتو مزوج وفرحان في حياته. الموت ديالو مؤلم بزاف واثر فيا بزاف. تعزي حاره ومواساه للعائله ديالو والاقارب ديالو، الله يرحمه يا ربي ويوسع عليه ان شاء الله. اكيد كانت صدمه كبيره بزاف، يعني ممثل يعني فجاه تلقى الجثه ديالو في مكان مهجور. شنو السبب وعلاش؟ تحقيقات جاريه في هذا الموضوع هذا حتى ان شاء الله تبان الحقيقه ونشوفوا شكون من هاد الفعله ولا كيفاش والسبب باش وصل لهاد المواصل هادو. فالله يرحمه يا ربي ويسع لكم مسوى الجنه ان شاء الله، وانا لله وانا اليه راجعون. السلام عليكم، متنسوش الاشتراك بالقناه باش يوصلكم دائما كل جديد.